السلام عليكم بنات، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ مزيانين؟ كنتمنى تكونوا دائما على خير وبخير وبصحه جيده. اليوم ان شاء الله غادي نوجد معكم هاد الحلوى ديال زمان اللي كتجي بالبوق، سهله واقتصاديه لشرب الشاي هيدا في العشيه، سهله ومقادير اللي هي بسيطه. ودابا كما كتشوفوا معايا ندوزو المقادير ديال اللي غنحتاجو في هاد الحلوى. هنايا عندي كيلو ديال الدقيق، جوج ديال الساشي ديال الفاني، 3 د البيضات، كاس د العنبه السكر، كاس الا ربع ديال زيت نباتيه، ومعلقه صغيره ديال الخميره، وقبيصه د الملح. يعني هاد المكونات ساهلين وموجودين عندنا. صافي هنا كناخذ الاناء ديالي وكنعمل فيها 3 ديال البيضات. ضروري البيض كنكونوا مخرجينه من قبل من الثلاجه. وكنزيد هنايا كاس ديال السكر، وغادي نزيد شويه ديال الملح، رانا زيدتو البنات مع السكر. وكنخلط غير بالطراب اليدوي حتى كيذوب السكر مع البيض. يعني البنات هاد الحلوى انا قلت لكم كتجي سهله دغيا كتوجد. هيدا نوجدوها العشيه كنشربوا بها اتاي ولا قهيوه. وهنايا غادي نزيد جوج ساشي ديال الفاني. يمكن لكم تعوضوا الفاني بقشور ديال الليمونه او برتقال او حامضه عفوا. صافي وكنخلط. وهنايا زيدت هذاك الكاس الا ربع ديال الزيت نباتيه، وكنستمر في التطراب ديال هذا الخليط حتى كيتجانسوا المكونات. وهنايا غادي يبقى لي هنايا غير الطحين والخميره. هنا بالنسبه للطحين انا مغربله من قبل، كنزيد شويه بشويه. هنا غادي نخدم اليد ديالي هي اللي غنخلط بها، يعني بالخلاط اليدوي ما نقدرش نتحكم في الكميه في القوام ديال العجين. صافي كنستعملوا غير اليد ديالنا. وكنزيد هذا الطحين شويه بشويه، يعني كميه ديال الطحين او اللي غتدخل لكم في العجين كتبقى على حسب النوعيه ديال الطحين كيفاش داير، واش كيتشرب ولا لا. صافي انا هنايا كفاني كيلو الا ربع، يعني 750 غرام. وهنا زيت معلقه ديال الخميره كيماويه. ودابا غادي نخلط العجين ديالي مزيان حتى يدخل داك الطحين كامل اللي عندي، ورجع لي القوام ديال العجين ما يكونش قاصح وما يكونش خفيف باش ما يبقاش يلتصق في اليد ديالنا او في البوق اللي نزوقوا بهذا الحلوى. صافي يعني حلوى سهله كتوجد نص ساعه كتكون عندنا واجده، ماشي شي حاجه هيدا اللي نتمحنوا معاها. صافي هنايا من بعد ما جمعت العجين ديالي، هذا هو القوام ديالو. شوفوا معايا القوام اللي رطب يعني متماسكه العجينه. هنا وجدت اللاطه اللي غادي نحط فيها الحلوى ديالي. وهنايا نوريكم هذا البوق اللي غنخدم به. كيكونوا موجودين عند الناس اللي كيبيعوا لوازم الحلويات، اللي كيجي مسنن هيدا بحق كيجي صغيور، يعني ما كيجيش بحال ديك الماكينه الكيكس القديمه هيداك. يعني اذا كانت عندكم الماكينه كيكون احسن. راه معروفه الناس داك اللي كيعدلوا الحلوى هذه ديال الكيكس، حنا كنقولوا لها الحلوى الكيكس. يعني كنديروها انا ما عنديش الماكينه، يعني واخا الناس اللي ما عندوش الماكينه يعدلوها غير بيدهم. بهذه الطريقه هذه كتعمل شويه د العجين في وسط البوق، وكتنزلوا هيدا فوق اللاطه، كتبقى تسكي بالصبع ديالك بحال هيدا كما كتشوفوا معايا في الفيديو، حتى كنخرجوا واحد قطعه ديال الحلوى على شكل اصبع. صافي وكنقطعوها بهذا الشكل هذا. هنايا العجينه كتكون شي شويه، يعني ما جات قاصحه كتجينا الحلوى ديالنا اصلا ملي كطيب كترجع قاصحه. نحاولوا غير نساعدوا معاها، ولكن الا كانت عندكم الماكينه كتكون العمليه سهله، يعني داغي وحده كتدور وكتخرج العجين ديالك. صافي بهذه الطريقه هذه كندير وحده حدا وحده، يعني ما فيها لا زبده لا والو، ما تخافوش منها، يعني ما عاد تلتصق معكم في الفران لا والو. غير هي كتشبر شويه الوقت على حسب هكا كتعدلها بيدك، كتجي شويه كتجينا شويه معذبه. صافي انا غنبقى مستمره على هاد العمليه هذه حتى كنسالي العجينه كامله اللي عندي وندخلها الفران طيب. يعني الطياب ديالها كيكون من تحت، ومن طيب لي من تحت كنشعل الفران تحمر من الوجه ديالها. صافي كما كتشوفوا معايا في الفيديو، شو كي كتخرج تبارك الله غزاله مسنه. هنايا من بعد ما البنات من ساليت الكميه ديال العجين نص ديالها، عطاتني هاد اللاطه هادي،
وعاودت عاوتاني عطاتني لاطه اخرى، يعني خرجت لي 2 لوايط. هنا البنات من بعد ما طابت، هذا هو الشكل ديالها من خرجتها من الفران. كتجي بهذا الشكل هذا، يعني هنا طايبه، انا ما خليتهاش تحمرت بزاف ما تجينيش محروقه. صافي هذا هو الشكل، هذا هو اللون ديالها، كتجي مذهبه. صافي هنايا نخليها تبرد. من بعد ما ساليت الكميه كامله وطيبتها، حصلت على هاد الكميه هذه تبارك الله، يعني خرجت لي كميه اللي هي مزيانه. صافي دابا غادي ندوز نوجد الشوكولات اللي غادي نغطسها فيه. هنا عملت الشوكولات ديالي هنايا في حمام مائي، ذوبته عملته هنا في زلافه. صافي وكندوز نزينها. بغيتو تخليوها هكاك خليوها. انا خديت هنا هذا حلوه وحده او قطعه، وكنغطس لها غير راسها هيدا ديالها في الشوكولات، وكنحطها هنا فوق ورق الزبده باش تنشف. ساهل الزواق، وبغيتو ما تعملوش ما تعملوش. يعني هاد العمليه هذه غير مجرد يعني كنزيدوها وصافي، ماشي بالضروره. صافي هنايا انا غنزينو بفيرميسيل، يعني هاد الشوكولات هذا غادي نولي نغطسو في الفيرميسيل يعني كحل. انا قلت لكم هذه غير زايده، وكان يعني الا بغيتو ما تعملوش راه ما تعملوش. وكتطلع الحليوه ديالنا اقتصاديه وسهله، ويعني كميه مزيانه. وهذه هي الحلوه ديالي البنات كما كتشوفوا معايا، جات على هذا الشكل هذا. كنتمنى ان شاء الله تعجبكم، ولو وصلتوا معايا ما تنساوش اللايك الفيديو، اللي باقا ما اشتركت مرحبا بها عندي. وكنقول لكم الفيديو ديالي وصل لنهايته. السلام عليكم، خليتكم على خير.